السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي عشاق نادينا الملكي، عشاق نادي القرن الحقيقي، عشاق نادي الزمالك العظيم، أهلا ومرحبا بكم. معاكم حسين خضر وحلقة جديدة بقناتكم حائط صد زملكاوي. معاكم دائما نطمع في المزيد والمزيد من الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس للإخوة اللي بيشرفونا لأول مرة، الشير اللايك مهم جدا جدا، صوتي يوصل لأكبر قدر من الناس. وطبعا النهاردة عيد والليلة عيد. النهاردة طبعا يعني الكل سعيد جدا بالرباعية التي قدمها نادي الزمالك على استاد غزل المحلة، وطبعا يعني كان فرحة كبيرة لكل الزملكاوية. الأهلي قدم الهدية المرة دي والزمالك قبلها بصدر رحب وبعدد وافر من الأهداف وبيعني أداء أكثر من رائع في خلال هذه المباراة، وأتكلم عن كل حاجة. طبعا معانا ايه النهارده قبل ما نخش في المواضيع السخنة والمهمة جدا؟ مواضيعنا ساخنة، واعذروني النهارده انا طبعا دايما يعني ما بكونش متفائل قوي ان انا اطلع قبل المباراة. دايما يعني لو طلعت بتيجي النتيجة يعني مش زي ما الواحد متوقع، فعشان كده أصرت إن أنا أحتفظ بكل الأخبار اللي عندي، أحتفظ بكل شيء لحد ما ألتقيكم في بعد مباراة نادي الزمالك، وهي متأخرة شوية بس يعني لازم أطلع معاكم وأوضح كل الأمور تماما. معنا إيه النهاردة يا جماعة؟ الزمالك فتح الرابع ومكاسب بالجملة، وأسوأ ما في المباراة حكم المباراة. هتقول لي ليه؟ هقول لك أنا جاي لك معاك في الكلام وفي كل شيء. طبعا مش معنى إن أنا فزت بالمباراة إن الحكم يعني كان مع نادي الزمالك أو كان حكم عادل، بالعكس الحكم كان أسوأ ما في المباراة، وأزمات أزمات بالجملة تواجه الصفقات، وقلة أدب العاهرة والشيشيني معرض كبير، وإقالة محمد رمضان ورحيل عاشور، أمور كثيرة سوف نتناولها بالتفصيل إن شاء الله. نخش في المباراة، وطبعا زي ما انتم عارفين النهاردة المباراة كانت الساعة 8، كان يحكمها الحكم الدولي أو حكم الدرجة الأولى ومش دولي، حكم الدرجة الأولى محمد بسيوني أو محمود بسيوني أيا كان الاسم بقى لا يعنيني في شيء. وكان على الفار محمد الشناوي وليس عمرو الشناوي، عشان ديت يعني عشان ما يحصلش لبس عند الناس. اللي كان على الفار محمد الشناوي، ما اعرفش ايه علاقته بقى بأحمد الشناوي، قريبه يعني. عموما الشناوية كتروا هذه الأيام. طبعا الزمالك بدأ المباراة بمحمد عواد في حراسة المرمى، وقلت لكم التشكيل زي ما قلته بالظبط في الحلقات السابقة، هو نفسه التشكيل بالكربون، بس اللي بدأ المباراة أحمد فتوح وليس محمود بن طايف، بس هو ده التشكيل: محمود بن طايف والزناري وحسام عبد المجيد وعمر جابر، وارتكاز كان عبد الله السعيد ودونجا، وامامهم زيزو، وعلى اليمين ايشو، وعلى اليسار كان موجود مصطفى شلبي، وفي الامام ناصر منسي. اوعى تنسى ناصر منسي. عموما المباراة بدأت وفي أول دقيقة من المباراة حالة طرد وجوبية. يمكن أول مرة أشوفها على مستوى كل الماتشات اللي شفتها على مستوى العالم إن يحصل طرد في أول دقيقة، ولكنه كان طرد وجوبي وحتمي. طبعا كلنا شفنا الباك الشمال بتاع المحلة وبيرفع رجله باستبزات الفوتبول في وش ايشو، يعني مش كده تهويش، لا ده دخل في وشه وجرحه ونزلت الدماء من وشه.
يعني عشان ما حدش يتكلم في هذا الموضوع كتير، طرد وجوبي ما حدش يقدر يقول فيه تلت التلاتة كام، الا واحد فقط، وهو محمود بسيوني، او اسمه محمد بسيون، محمود بسيون. ده الوحيد اللي حسب فاول. وطبعا كان الراجل بيتعالج على الارض لحد ما استدعاه الفار، قال له ايه انت بتعمل ايه؟ تعالى هنا شوف المصيبه، انت واقف تحكم بتهبب ايه في الملعب. راح هناك طبعا شاف اللعبه بما لا يدعو مجال للشك، الكره طرد وجوبي، جه على طول طرد لاعب غزل المحله. هو طبعا اعتبر الزمالك بدأ المباراه والمحله بيلعب ناقص لاعب. طبعا هديه ثمينه طبعا قدمها فريق غزل المحله لنادي الزمالك. على اثرها بقى خرج ابراهيم حسن، وده قلت الحمد لله ان ده خرج. ليه؟ يعني مش خطر وبتاع، لا، انا دايما يعني بينتابني قلق شديد من الناس اللي لعبت في الزمالك، بيبقوا عايزين يثبتوا وجودهم بشتى الطرق قدام نادي الزمالك، وبتبقى متصلحه معاهم وماشيه معاهم يعني زي السكينه في الحلاوه. ده اللي كان بيحصل. فخرج ابراهيم حسن، قلت الحمد لله ان ده خرج. يعني عموما الزمالك طبعا تسيد المباراة من بدايتها لنهايتها، ركن المحلة للدفاع، والزمالك قدر عن طريق الخطير جدا جدا ناصر منسي، اللي هو ناصر سوبر، ناصر هاج، فعلا ناصر ماج على استاد غزل المحلة، وأحرز الهدف الأول من تمريرة يعني تمريرة حريرية عبقري عبد الله السعيد، المعلم الأول في الرياضة عبد الله السعيد. يا ايه الجمال وايه الحلاوة، ده الراجل بيلعب دفاع وهجوم ومش مخلي وراه حاجة. فعلا ده يعتبر أسطورة كده للناس تتعلم منها. عبد الله السعيد ادى التمريرة قبل الهدية بكل دقة وبمهارة، قدر على طول ملامسة واحدة حطها من فوق عامر حارس نادي غزل المحلة، محرزا الهدف الأول. وطبعا بعد كده كانت هناك رفعة متقنة جدا من الجانب الأيمن لنادي الزمالك، أحرزها بكل براعة ناصر منسي في شباك عامر محرزا الهدف الثاني. قالوا مع الزمالك إنه خد المباراة بعد كده ببطء، كان لازم الزمالك يدق على الحديد وهو سخن، كان لازم الزمالك يعني يمطر مرمى المحلة بعدد وافر من الأهداف في الشوط الأول وفي الشوط الثاني أيضا. إنما الزمالك مش عارف إيه الرحمة وإيه الرأفة اللي عند نادي الزمالك. وفي الشوط الثاني الزمالك طبعا عمل تغيير بالخروج إيشو ونزول عمر فرج، وبدأ الزمالك برضو بنفس الطريقة وبنفس الوتيرة، هجوم ضاغط على فريق غزل المحلة، والمحلة يعتمد على بعض الهجمات المرتدة التي لا تغني ولا تسمن من جوع. طبعا نسيت اقول لك ان المحله كان له يعني كره، الواد الافريقي اللي هو بتاع كوت ديفوار ده اللي شاطها، وقدر محمد عواد انه يتعامل معاها يعني عشان ندي كل واحد حقه. وبعد كده الزمالك طبعا غير ناصر منسي ونزل حسام اشرف، وطبعا خرج عبد الله السعيد ومصطفى شلبي، ونزل ميشالاك وبن طايك، وحسام عمجيد خرج، ونزل اللي احنا منتظرينه الونش. الحمد لله على السلامة يا ونش، والله اشتقنا نشوفك في الملعب. زمن طويل جدا جدا عاد الونش لنادي الزمالك. مكاسب الزمالك طبعا الهدف الثالث احرزه حسام عبد المجيد من ضربة، او الثالث احرزه زيزو من ركلة جزاء ما فيهاش كلام،
ما فيهاش كلام. وبعد كده احرز حسام عبد المجيد الهدف الرابع لنادي الزمالك. تنتهي المباراة 4-0 لصالح نادي الزمالك. فوز عريض جدا جدا لنادي الزمالك. مكاسب نادي الزمالك كثيرة جدا في هذه المباراة. أولا الزمالك قبل هدية الأهلي وأصبح تاني الدوري ب9 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن النادي المصري اللي فاز النهاردة على بيراميدز 1-0، ويتقهقر الأهلي للمركز الثالث، وراه بيراميدز الثالث والرابع. والزمالك بهذا الفوز العريض أصبح النادي أكثر أهداف. الناس اللي بتتكلم الزمالك ما عندوش هدافين، أكثر أهداف أحرزها أي نادي من ال 18 نادي، ونادي الزمالك أحرز 9 أهداف في الأربع مباريات. ده أعلى نسبة تهديف. الأهلي أحرز 7 على ما أظن، الأهلي دخل فيه 3 والزمالك دخل فيه 3، والمصري أحرز 4 أهداف فقط. أعلى نسبة تهديفية هي من نصيب نادي الزمالك. كمان طبعا الزمالك صعد للمركز الثاني. من المكاسب المهمة جدا في هذه المباراة ان جوزيه جوميز بدأ يشرك كل اللاعبين اللي عايز يشركهم، وبدأت تظهر يعني حتى النهارده ميشيلاك في الربع ساعة اللي لعبه يعني كان خطير جدا وكان مؤثر جدا. دي حقيقة. عدى من اكتر من لاعب اكتر من مرة ولعب يعني ادى اداء محترم جدا في الفترة اللي لعبها ميشيلاك، وده من ضمن المكاسب اللي حصل على نادي الزمالك في هذه المباراة. كمان لسه برضو عمر فرج بين يعني ولو اني واثق ان الواد عنده يعني طاقات كبيرة جدا. لما نزلوا الكل بقى عايز يثبت وجوده وعايز هو اللي يحرز اهداف، وبدأت يعني الفردية يعني بقت سمة لاعبي نادي الزمالك في هذا التوقيت. عمر فرج قدر بإصرار وعزيمة ان هو يحصل على ضربة جزاء اللي احرز منها زيزو هدف المباراة. فاصبح عندي يعني دكة اشتغلت، الدكة بدأت تطلع قماش، بدأت تنزل لعيبة بتلعب وبتأدي. فالحمد لله النهاردة دي مكاسب كبيرة من مباراة غزل المحلة. يعني نقول الحمد لله. اما نتكلم بقى عن اداء الحكم، وان الحكم ده كان اسوأ ما في المباراة. الناس اللي بتفهم كورة والناس الكويرة اللي قاعدة كده قدام التلفزيون بتفهم هو بيعمل ايه، واضح ان حكم المباراة تأثر كثيرا بطرد لاعب غزل المحلة اللي هو ما كانش ناوي ابدا حتى يديله كارت اصفر. شفت الكرة كان شكلها ايه، وما كانش ناوي يديله حاجة كارت اصفر، ولكن الفار هو اللي استدعاه. هتقول لي طب ما هو حاسب لك ضربة جزاء. ما هي المصيبة كمان ان هو اللي حسب ضربة الجزاء. ليه؟ لان ده ضربة جزاء مفضوحة. يعني لو ما حسبهاش الفار يقول له تعالى، وتبقى شكله بقى وحش قوي كمان ان كل القرارات المهمة بيندهله له الفار ويقول له تعالى. فاضطر انه يحسب ضربة الجزاء لان اللاعب ساب الكرة ودخل على جسم عمر فرج واضحة وضوح الشمس، فكان لازم يحسب ضربة الجزاء. ثانيا بقى والاهم بقى ان حجم لاعبي الزمالك بطريقة انا نفسي اتنرفزت وانا قاعد اتفرج على المباراة. ده مش تحكيم، ده مش تحكيم ابدا ابدا ابدا. مجرد يعني انذارات للاعبي نادي الزمالك ملهاش اي دعوه حتى بالفاول. يعني الفاول مفيش فاول وانذار. اخذ انذار حسام عبد المجيد بدون داعي، بدون داعي نهائي، مفيش اي حاجه عملها. دونجا خد انذار برضو باي كلام. ناصر منسي خد انذار. يعني المدير الفني بتاع نادي الزمالك هو اكيد كان حاسس زي ما انا حاسس انه هو دلوقتي بيعد العده زي ما المذيع قال لك المحله منتظره تصفر وبعد كده تحمر،
وده اللي كان بيعمله حكم المباراة، منتظر اي حكة عشان خاطر يطرد لاعب من الزمالك. اولا كرة ناصر منسي ده بعيد عن الحارس المرمى تماما، ما لمسوش، معنى كلمة ما لمسوش، وحب يعمل حركة كده وكده، يقول لك تدخل بقى مع الحارس ويمكن يبقى فيها طرد، وقام عادي ما فيهوش اي حاجة خالص خالص، ولا لمسه، بعيد عنه لما هو طلع يمسك الكورة. كرة دونجا يعني اقول لك فاول ايه اللي اتحسب عشان يحسب عليه انذار. نفس الحال مع حسام عبد المجيد، واضح انه كان بيعد الفرقة لطرد، وبعدين كل لمسة بقى مع اي لاعب من المحله فاول، كل لمسة فاول. لا دي مش كورة، ده حتى يعني اللاعب بتاعهم جزار، عمرو الجزار المدافع اللي هو يعتبر المدافع الاخير في نادي غزل المحله، اما طلع مع زيزو في كوره عاليه واخطاها حسب فاول على الجزار. طب ما انت ادت الفانتج للاعب الزمالك اللي واخد الكوره وراح على الجول، انما هنا وقف الكوره. طب انت بتوقف الكوره ليه؟ اللي يشوف بسيوني يا جماعه بيفهم كوره كويس، يعرف ان هو كان يعني هو طرد لاعب وبقى هو مكان اللاعب بتاع غزل المحله، كمل الفرقه بتاع غزل المحله، كان حكم المباراه محمد بسيوني. ده اللي حاصل من حكم المباراه. يعني طبعا الزمالك لم يجامل، الزمالك حقه في الطرد واجب، حقه في ضربة الجزاء واجب، ولكن ما حدث خلال المباراة بالكامل يعني حتى الشناوي اما جه يحلل المباراة بتاع الزمالك وغزل المحلة اقتصر بس على ركلة الجزاء والطرد، وما جابش كل الانذارات ولا اللي حاصل داخل ارض الملعب. بقى عمال يبدر على لعيبه الزمالك انذارات. طب لما انت انذاراتك سريعه كده، كان فين الانذار بتاع لاعب غزل المحله لما اللي خد كارت احمر؟ ما ادتوش حتى انذار اصفر. ده بس عشان اوريك النوايا الخبيثه لدى التحكيم. لكن الحمد لله ان الزمالك طلع كسبان المباراه، اخذ الثلاث نقاط وفوقهم 4 أهداف. 1000 مليون مبروك للزمالك. وطبعا أنا سعيد جدا بالرغم أن أنا من الغربية وسعيد جدا بفوز الزمالك على غزل المحلة، حاجة تسعدني جدا جدا جدا. أهلا بالزمالك في محافظة الغربية، و1000 مليون سلامة وهم ماشيين راجعين إلى القاهرة، حبايبي نادي الزمالك. عموما هتنقل معاكم بقى بعد المباراة والكل فرحان. اوعى تنسى اللايك والشير، مهم جدا بقى، يعني اسعدنا انت كمان بلايك بشير باشتراك في القناة، شغل الفيديو يوصل لأكبر قدر من الناس. بس ده اللي انا عايزه من حضراتكم. اروح للازمات اللي بتواجه نادي الزمالك، او بتواجه ازمات تواجه الصفقات. وطبعا اما اقول لك ازمات بتواجه الصفقات يبقى ازمات مالية وامور اخرى كثيره جدا تخص صفقات نادي الزمالك. اولا هناك اجماع داخل نادي الزمالك ان ما فيش هيخش نادي الزمالك غير صفقات سوبر حسب ما يراه جوزيه جوميز. طبعا الاخ اوفيق جاريه ده خلاص لاعب في نادي الزمالك، وافق على كل شروط نادي الزمالك، واعتقد ان العقد بتاعه هيكون سنتين. العقد بتاعه هيكون سنتين، بس الزمالك له أحقية في فض العقد لو في هناك أي الزمالك ارتأى ذلك. لكني أتمنى إن الزمالك يعني الواد ده يأدي ويطور راس جوزيه، والجماهير نادي الزمالك هي اللي تطالب إن شاء الله باستمرار تعاقده مع نادي الزمالك. انما طبعا نفس الحال بالنسبه للمسماري.
اللي الامور واضحه تماما، واللاعب واهله ورئيس ناديه كلهم عايزين اللاعب يكون في صفوف نادي الزمالك. وتبقى بقى هنا مشكله، هل اللاعب هيقيد تحت السن ام فوق السن؟ لان احنا محتاجين اللاعب يكون تحت السن، لان الاماكن عندنا مفيش اماكن. فاللاعب هل يقيد تحت السن ولا لا؟ اللاعب يعني موهوب مميز، ولكن اللاعب لسه صغير، فهيبقى صعب جدا انك انت تجيب لاعب وتأيده في القايمة على طول مباشرة ما يكونش لاعب تحت السن وياخد مكان. طبعا الامور الماديه ديت هيوصلوا لنتيجه مع نادي التحدي الليبي، لان طبعا قيل انهم طالبين $1,000,000 والكلام دوت. طبعا كلام ملوش اي لازمه، لان اللاعب فاضل له 6 شهور في عقده، والزمالك بيشتري ال6 شهور فقط. اتمنى ان الموضوع دوت ينتهي على خير، ويكون اللاعب يقيد تحت السن وليس ضمن ال5 المفروضين على نادي الزمالك. نيجي بقى للزمالك، يعاني بالفعل من أزمات مالية طاحنة، مفيش أموال داخل نادي الزمالك، مفيش موارد، مفيش أي حاجة يشتغلوا بيها، والاعتماد الكلي على رجال الأعمال من خلال الحفل العشائي اللي نظم لرجال الأعمال، وفي انتظار إن هم يدعموا وبقوة صفقات نادي الزمالك. خاصة بقى قبل الصفقات هناك تجديدات، واكتر من لاعب عايزين نجدد. يعني انت عندك الونش عايز يجدد، عندك عمر جابر عايز يجدد، عبد الله السعيد، دونجا، كل اللاعبين ديت المفروض منه التجديد، وهياتي في مقدمتهم زيزو. وانا شايف ان زيزو لازم برضه يتخلى عن المطالب المالية التي يعني تكسر خزنة نادي الزمالك. كتير جدا المبالغ اللي بنسمعها، كتير جدا ان هو يعني عايز المبالغ المهولة اللي احنا بنسمع عنها، والظروف القاسية التي يمر بها نادي الزمالك. فأتمنى ان زيزو يعني هو كفرد داخل منظومة، هو ما بيلعبش لوحده، زيزو اساسا يعني بيلعب كمجموعة متكاملة داخل نادي الزمالك. اتمنى ان يكون حنين شوية على نادي الزمالك هو وابوه. ده اللي انا عايز اتكلم فيه، ويتم التجديد له، واعتقد ان الامور وصلت الى شبه اتفاق معهم مع مجلس ادارة نادي الزمالك. ويتبقى يعني ممدوح عباس يفي بما وعد به زيزو، علشان خاطر الاستقرار مهم جدا جدا لنادي الزمالك. ده بالنسبة للأزمات اللي بتواجه نادي الزمالك. فإحنا دلوقتي عندنا أوفي إيجاريا ده مكان سامسون أكينيولا. طيب بن شرقي على مشارف إن هو يجي نادي الزمالك، وبقى في كلام قوي جدا جدا مع بن شرقي إنه يكون في يناير في نادي الزمالك، فلازم يبقى في مكان. هل يبقى ميشالاك والزمالك يتواصل مع نادي أحد السعودي يعني عودة ميشالاك إلى نادي أحد؟ يبقى في ده موضوع تاني برضو من ضمن الأزمات التي تواجه نادي الزمالك. الزمالك كمان عايز يفعل عقد بنتاي اللي بدأت الأعين تنظر له نظرة تانية خالص، وبدأ فيه كلام كتير على بنتاي. مهاجم، الزمالك محتاج مهاجم قناص. هنقول شفنا بقى اهو دلوقتي الجزيرة قاعد على الخط، واللي نزل مين؟ ناصر منسي، ناصر هاج، ناصر ماج، اللي احرز هدفين 2 وبسم الله ما شاء الله بيؤدي اداء رائع. نزل حسام مع اشرف، وحسام اشرف خامة طيبة جدا، بس شكله في الملعب عايز يقول ايه؟ انا اهو، يعني شال من دماغه حته الجمعيه، وانه يعني ياخد 1 2 ويباصي والكلام ده. لا، عايز يقول انا هعمل كل حاجه، عايز يثبت نفسه من خلال الدقائق القليله اللي لعبها انه يعني لازم ياخد عينين جوزيه.
فإن شاء الله الخير بيكون قادم لنادي الزمالك. الزمالك يتغلب على كل هذه الأزمات التي تواجهه من استخدام لاعبين أجانب. كمان اللاعبين المصريين يعني هناك اتفاق يعني وتوقيع من قبل اللاعب محمود جهاد لنادي الزمالك. وزي ما قلت لكم مش هنتنى نحكي في المحكي كتير بقى، يعني الأمور المادية هي التي تحسم التعاقد مع محمود جهاد اللي النهارده حط هدف رائع جدا جدا في مرمى بتروجيت. اروح بقى الموضوع مهم جدا ده بقى، يعني ايه؟ انا طبعا ما بشوفش يعني البت ديت خالص، وما عنديش استعداد ان انا الوث مسامعي بما تقول. ده حقيقي. هبه يعني انا يعني وانا بستغرب، والله بستغرب. يعني لما اكون واحده مش محترمه بتجيب لاهلها الكلام وبتجيب لبيتها الكلام والناس كلها تتكلم عنها، فبيحبسوها دايما في البيت ما تخرجش عشان ما تجيبش العار. انما لا، ده بتخرج وبتكلم كل الناس، بتكلم كل الناس. وزمان قالوا اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. انما الكلام ده على الناس العاديه، انما على العاهرات بيبقى الوضع مختلف. يعني هي لا يهمها ده قال ايه ولا عاد ايه ولا البيت من ازاز ولا الكلام ده، بتطلع تتكلم، تطلع تتكلم وتقل ادبها على اسيادها بطريقه قذره. والمصيبه بقى كمان انها بتدي نصايح، بتدي نصايح. انا طبعا الكلام ده جالي، انا ما بشوفش هبه دي نهائي يعني، ولا بأذي بصري ولا مسامع منها، لا 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 لا. انما لما تيجي بقى تدي نصايح لامام عاشور تقول له يعني اما تيجي تعتذر لناديك وللزمايلك يبقى الاعتذار ليهم صرف. ما تجيبش، انا بكلمك بقى بالاسلوب البلدي يعني كده عشان الامور تبقى واضحه. ما تتكلمش ولا تلقح ولا تلمح على الاخرين. يبقى كلامك اعتذارك في هذه المنطقه. عشان كده لازم الاعتذار بتاعك او البيان بتاعك يتراجع من ناس لا خلفيه ولا خبره، وما تلقحش وما تلمحش على الاخرين. طبعا الاخرين دول مقصودهم من نادي الزمالك. طب كلام حلو، كلام جميل والله. انما يجي بقى يقول لك ايه، ولا اقول لك هم ما يستاهلوش اصلا، هم وجماهيرهم ما فيش فايده فيهم. ده كلام؟ هل وصل بنا الحال لهذه المنطقه؟ بصراحه قله ادب من واحده قليله الادب، ما تربتش، حقيقي ما تربتش. ما تيجي تتكلم عن نادي وجماهير نادي بهذا الاسلوب الرخيص، يعني طب ما نتكلم ما نتكلم عنك، نتكلم عن فيديوهاتك وشرايطك وبلاويكي المتلتله، نتكلم عن اللي انت بتدافع عنه ده. اللي انت بتدافع عنه ده ما هو اول واحد قال انك حراميه، عن استجدائك للاخرين من خارج الدول. استجدائك بقى ده يعني وساعات وهدايا واللازم منه، عن التزوير. هنقول ايه ولا ايه؟ وفي الاخر يطلع
يدي سموم ويخلي الفتنة قائمة بين الناديين وبين جماهير الناديين، ونقولك بعد كده الجماهير اللي هي اللي بتدعو الى التعصب. امال انت بتعملي ايه؟ انت بتعملي ايه صحيح؟ مين اللي بيدعو للتعصب؟ يا اخي ده حتى اسلام الشاطر طلع وقال ايه؟ دي فضايح بقى. انا عايز اقول لامام عاشور ما ينفعش تلقح على نادي تاني، وانا كنت بعمل كده وانا في قناة الاهلي، وما كنتش احب اعمل كده، بس ده شغلي وده اكل عيشي. سبحان الله، هو ده الحال. اصل الخطيب كان بيقول لهم يا جماعه اوعى تغلط في حد. هل عرفتوا بقى؟ الناس عرفت دلوقتي ان مرتضى منصور ما كانش بيغلط، وكان رد فعل لكل هذه البذاءات اللي بتحصل ضد نادي الزمالك. يا ريت الناس تفهم. عموما اروح بقى لابن الزمالك اللي كان لاعبا في نادي الزمالك. مصيبة تانية والله العظيم. الناس ديت اللي هي ظهرت ولمعت ولها اسم ولها كيان، واللي عمل الاسم والكيان دوت هو نادي الزمالك. اما يطلع الاخ سامي الشيشيني وهو ابن نادي الزمالك وشغال مدير كرة باين في نادي البنك الاهلي، اما يطلع يتكلم عن النتيجة اللي قدمها والاداء الرجولي اللي قدمه البنك الاهلي قدام النادي الاهلي، ويحصل على نقطة من 3 نقاط ويخسر الاهلي نقطتين، المفروض تطلع تتباهى يا اخي، تتباهى فرقتك، تتباهى بمديرك الفني، قول اي حاجة. انما ده ساب كل حاجة وبدأ يعرض ويدي تعريض يعني سلس وجميل، حاجة بسم الله ما شاء الله. ايه الحلاوة دي يا شيشيني؟ في طبعا اتصال تليفوني مع سيف زاهر، فبقول له بقول له خليني اكون صريح معاك يا سيف، قول يا اللي كلامك حكم. قال له تيشيرت الاهلي الاحمر بيخوف المنافسين. ايه؟ تيشيرت النادي الاحمر بيخوف المنافسين. سبحان الله. لكن النهارده الاهلي كان لابس لون مختلف. الاهلي من غير اللون الاحمر بيفرق مع اللعيبه، وانا كلاعب انا كان بيفرق معايا اللون الاحمر. التيشيرت اللون الاحمر بتاع الاهلي ليه عامل وبيفرق قوي. والله الواحد كان في ذهول. ايه اللي بيقوله ده؟ تيشيرت ايه وزفت ايه اللي بتتكلم فيه؟ سيف زاهر بقى مذهول رخر من الكلام اللي بيقوله، بيعرض تعريض رخيص قوي، رخيص قوي يا شيشين التعريض اللي انت بتقوله ده، لدرجة ان سيف زاهر الاهلاوي والاهلاوي قوي قال له انا اول مرة في مسيرتي الاعلامية اسمع تصريح زي ده. والله العظيم 3 وانا كمان يا سيف يا زاهر، من يوم ما شجعت كورة ومن يوم ما شفت كورة ما شفت واحد بيقول الكلام الفارغ اللي بيقوله سامي الشيشيني. ولا انت ده انت تعريضك وصل قوي لحد كبير قوي، ولا عايز تاكل عيش وتضمن لك مكان في القناة اما تقعد من التدريب؟ هم دول المحللين اللي كانوا بيقعدوا كزملكاويه يدافعوا عن نادي الزمالك في قنوات الام بي سي، في القنوات الاون تايم سبورت. هم دول. ده تنتظر منه يقول عن الزمالك؟
اخصى عليكم، والله العظيم حرام فيكم اي قرش اندفع او خدتوه من نادي الزمالك او اي شهرة حصلتوا عليها من نادي الزمالك. عايز اروح بقى لموضوع تاني كمان مهم، وهو اقالة محمد رمضان. تفكير جاد داخل النادي الاهلي بان محمد رمضان، يا خليك يا محمد، طب ما جابوه بقى. وانا قلت الراجل ده والله زي ما قلت لكم من البدايه، الراجل ده اتحط في مكان غلط. الراجل ده مش قد اللعيبه واللعب اللي بيلعبوه حواليه. ده راجل واضح ان هو راجل طيب، راجل بتاع ربنا، فمالوش في الامور ديت. وطبعا ومالوش في الخبائث اللي بتحصل، وانه يعلن هذا الكلام وعشان يداول اعلان العقوبات يطلع يقول لك شفت الاهلي بقى ومبادئه. انما هم من جواهم اعلان العقوبات ده مصيبه سودة. فطبعا التفكير حاليا دلوقتي في اقاله محمد رمضان والاكتفاء بانه يكون مدير الرياضي للنادي. طب مين اللي هيجي معاه؟ بيفكروا في اتنين، وليد سليمان ابو شلوت. اي والله. طب ازاي ده يبقى مدير كوره على امام عاشور، وامام عاشور لازقه بالشلوت؟ ما تقوليش ده اعتذر، اصل الشلوت هيتنه معلم، وضرب عاشور فيه هيتنه موجود. ازاي وليد سليمان هيبقى مدير كوره على امام عاشور وهو مضروب من امام عاشور؟ عرفت ان امام عاشور في النادي الاهلي بقى وصمة عار في جبين النادي الاهلي. اشربوا اشربوا، هو وكهربا. ما كذبش مرتضى منصور لما قال لك انا هديتي ليك يا خطيب كهربا، والهديه التانيه كانت امام عاشور. مين التاني بقى يا جماعه؟ محمد شوقي. اوبا، محمد شوقي. محمد شوقي كلكم فاكرين، ولا ما كنتوش فاكرين؟ افكركم انا بقى. لما جوزيه مانويل جوزيه قال محمد شوقي ما يقعدش في النادي الاهلي. ليه؟ قال لك محمد شوقي ده عامل زي الفاكهه المعطوبه. محمد شوقي زي الفاكهه المعطوبه، لو ما يتحط في وسط قفص الفاكهه هيخلي الفاكهه، هيضرب الفاكهه كلها تضرب. وصمم انه يستغنى عنه الاهلي ويحترف خارجيا. ده محمد شوقي. النهارده يرجع مدير كوره، يبقى بيفكرهم بين اتنين، واحد ابو شلوت والتاني الفاكهه المعطوبه. ده هيبقى مدير للكره في النادي الاهلي. اروح بقى لعاشور ورحيل عاشور. زي ما انا قلت لكم قبل سابق، لما فاكرين لما قلت لكم ان امام عاشور قال لاحمد يحيى شوف لي اي عقد بره انا عايز امشي من الاهلي. بتتكلم قال له انا عايز امشي من الاهلي في فيديوهات السابقه. حاليا دلوقتي في عرض من نادي الاتفاق السعودي ومرحب به امام عاشور في انه يخلع من الاهلي. وده الوضع احتمال كبير ووارد انك ما تلاقيش كهربا ولا تلاقي وليد سليمان موجودين في قصدي امام عاشور موجودين في نادي الاهلي في يناير القادم، لان طبعا هما الاتنين مربوطين ببعض. ده اللي حاصل وده اللي جاري في هذا النادي. وكده بقى يعني ألف مليون مبروك، ألف مليون مبروك، ألف مليون مبروك لنادي الزمالك الفوز والحصول على 3 نقاط. وإن شاء الله القادم أفضل لنادي الزمالك. أترككم في رعاية الله وعونه، والسلام عليكم ورحمة الله.